يا مساء الفل او يا صباح الفل على حسب الوقت اللي هتشوفه فيه الفيديو. النهارده هنعمل مع بعض القرنبيط، هنعمله مقلي وهنعمله في الفرن بدون بيض بدون حليب، نباتي صيامي، سهل جدا وبسيط جدا، مقرمش وتحفة جدا باضافات وحاجات جديدة هتنبسطوا منها لما تجربوها. اول حاجة بختار القرنبيطة بتاعتي تبقى بيضة ما فيهاش النقط البني دي، بس دي اللي كانت متاحة يعني. فجبتها وهنضفها وانا بغسلها، يعني بحاول اشيل البني ده كده منها واغسلها كويس جدا جدا، علشان بيبقى فيها حاجات في النص كده، حشرات او يعني حاجات مش نظيفة، فنضفها كويس خالص. تمام. وبعد كده قطعت الجزء الاخضر وسبت الجزء اللي في النص ده، مش عايزة اقطعه خالص، عايزة اخلي فيه جزء كده لان انا هسويها على البخار، فمحتاجة الجزء اللي في النص ده علشان اوقف عليه القرنبيطة. فبصوا بسيب جزء صغير منه، ما بقطعهوش خالص. طريقة التسوية على البخار حلوة جدا. غسلت القرنبيطة كويس خالص، وبعد كده جبت حلة حطيت فيها حوالي كوباية من المية او 3/4 كوباية من المية، ووقفت القرنبيطة فيها بالشكل ده، بدون ملح بدون كمون بدون اي حاجة. بغطيها وببتدي احطها على النار، بسيبها حوالي 3 دقايق على نار عالية، وبعد كده ببتدي هدي النار خالص واسيبها تستوي على البخار، بتاخد حوالي 10 دقايق. بصوا يعني هي استوت. بعرفها ازاي؟ بضغط بايديا كده بالشكل ده، بصوا بلاقيها استوت زي ما احنا شايفين، استوت خالص كمان، حتى الاجزاء بتاعتها بتبتدي كده تفصل عن بعضها شوية. طيب او اجيب سكينه، طبعا انت مش تقدري تحطي ايدك من السخونه، بس انا حبيت اوريها لكم. بجيب السكينه وبعديها بالشكل ده، بقى بلاقي السكينه بتعدي بسهوله. فخلاص كده بعرف انها استوت، بصفي منها الميه الزياده وبستنى لما تبرد، وبعد كده ببتدي اخرجها، بس بالراحه لانها بتبقى مستويه جدا، ما بتاخدش حوالي 10 دقايق على النار. الطريقه دي حلوه، ما بتفقدش قيمه او فايده من فوائدها في ميه السلق. بيبقى كمان طعمها حلو ومش شاربة مية، يعني اللي بيحب الحاجة المستوية على البخار هينبسط من طعم القرنبيط بالشكل ده. تمام. طبعا هنحيقه بعد كده، وهيبقى طعمه حلو بملح وكمون، هيبقى حايق وحلو، يعني مش عشان ما حطيناش وهي بتستوي آه، او بتتسلق او على البخار هيبقى مش حلو، لا هيبقى حلو جدا، وهنشوف مع بعض ايه التفاصيل. تمام كده. بعد ما قطعت القرنبيط وطلعت وحدات بالشكل ده، ببتدي بعد كده اقطعها شرايح. والطريقة دي حلوة جدا، بتخلي القرنبيط بتاعي مقرمش وكريسبي، وكمان شارب من التتبيلة او متغلف حلو يعني. تمام، كل جزء فيه. بصوا بقطع شرايح بالشكل ده، بيبقى فيه فتافيت ساعات كده لما بقطعها بالشكل ده. هقول لكم الفتافيت هنعمل بيها حاجة كمان اجمل من القرنبيط برضو في نفس الفيديو، تابعوني وهنشوف التفاصيل مع بعض. طيب اللي عملته في الفرن المشوي نشف مني شوية او بينشف، فممكن نعمل الوحدات على بعضها، يعني ما نقطعهاش شرايح بالشكل ده. برضو براحتكم، وهنشوف مع بعض اللي في الفرن عملنا ازاي بعد كده. هقطع كل القرنبيط بتاعي بالطريقة دي شرايح رفيعة بحوالي يعني سمك نص سنتي لسنتي كده بالشكل ده. كده خلاص جهزت الكمية بتاعتي كلها، او على حسب ما هتقلي تجهزي الكمية اللي انت عايزاها. هبتدي اجهز الخلطة بتاعتي. هنا عندي مكعب مرق خضروات، وعندي توم وفلفل احمر وطماطمية صغيرة. الفلفل تقدري تستبدليه بقرن فلفل حامي اخضر او احمر زي ما انت تحبي. الطماطمية صغيرة، والثوم يعني تقريبا مثلا 5 فصوص من الثوم. تمام، هو مفروم بس بالتقريب يعني حوالي 5 فصوص من الثوم. فرمتهم كويس جدا مع بعض بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يبقى طماطمية صغيرة، فلفل، توم، مكعب مرق. طيب مكعب مرق الخضروات ده بجد كان إضافة حلوة جدا، يعني حماتي عملته ودقته بطريقتها بمكعب المرق، بجد كان طعم القرنبيط حلو جدا، غير طعمه وزاده حلاوة يعني.
تمام كده خلاص. المكونات بتاعتي حطيتها في البولة اللي ابتدي اعمل فيها الخلطة اللي احطها على القرنبيط. زودت الخلطة بتاعتي شوية مية، وبعد كده هبتدي احط حوالي 4 معالق من الدقيق، وهحط كمون وهحط كركم وهحط ملح. تمام. وهقلب المكونات دي مع بعض. عندي كمان بقدونس متقطع صغير، هنشوف هنحطه امتى. بقلب الخليط ده كويس قوي. عايزة القوام لا يبقى تقيل ولا يبقى خفيف. نبتدي بقى نزود شوية مية او نزود دقيق على حسب ما نظبط القوام. طبعا علشان ندي القرنبيط بتاعنا قرمشة حلوة فزودت معلقتين من النشا. تمام. هنا حطيت مية في الكبة علشان كان فيها التتبيلة وكده، فحطيت شوية مية فيها وبقيت اخد منها. هقلب كويس جدا بالشكل ده لحد لما اوصل لقوام لا هو خفيف ولا هو تقيل. كده بقت جاهزة معايا بالشكل ده. يبقى انا حطيت ملح، كمون، كركم، ودقيق ونشا. كده خلاص. التتبيلة الحلوة دي هغلف فيها القرنبيط بتاعي، بس اظبط الملح بتاعه بدوقه كده. لقيته محتاج سنة من الملح فزودتها. انا ما حطيتش هنا بقدونس علشان اللي هشويها في الفرن، يعني قلت ممكن ينشف البقدونس، بس بعد ما سويته في الفرن لا، لو عايزه تزودي بقدونس على الخلطه دي مفيش اي مشكله، ما نشفش. وهنشوف مع بعض النتيجه بعد ما يستوي. جبت صينيه وحطيت معلقه من الزيت ودهنت الصينيه بتاعتي كويس جدا، وبعد كده حطيت رشه من النشا علشان يدي الطبقة من تحت في القرنبيط قرمشة. يعني وفعلا ادها يعني قرمشة حلوة بالشكل ده. معلقة زيت ونشا. بطنت الصينية كويس جدا، وقبل ما احط القرنبيط في الفرن اكون مسخنة الفرن حلو خالص. نظبطه على درجة حرارة 220، وهقول لكم هنعمل ايه بعد كده. جبت هنا زي شبكة وهبتدي احط القرنبيط بتاعي في الخلطة دي وارصه على الصينية كده. بصوا بحطه بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده، علشان يصفي الخلطة الزيادة منه ويديني القرمشة اللي انا عايزاها. فحطيته على شبكة وتحتها طبعا مصفى علشان ينزل عليها الزيادات، واسيبه لحد لما يتصفى كويس جدا بالشكل ده. وبعد كده هرصه في الصينية وهدخله الفرن زي ما قلت لكم على درجة حرارة 220 في الرف اللي في النص. هسيبه حوالي مثلا 7 أو 10 دقايق، وبعد كده ابص عليه اشوف الطبقة اللي من تحت استوت. هقول لكم هنخرجه هنعمل فيه ايه ونرجع ندخله الفرن تاني. احنا هنسيبه من 5 ل7 دقايق ل10 دقايق على حسب حجم القطع القرنبيط اللي انت هتعمليها. بس عايزه اقول لكم ان الفرن بتنشفه شويه، فممكن نخلي القطع حجمها كبير. هنا ابتديت احط باقي القرنبيط في الخلطه ونسيت احط البقدونس، فهرجع احط البقدونس وارجع تاني احطه في الخلطه. انا بحب اوريكم يعني المصايب اللي بعملها في المطبخ والاخطاء. تمام. فطبعا انا كده دخلت الصينيه دي الفرن، قعدت حوالي 10 دقايق، وبعد 10 دقايق طلعتها وابتديت اجيب الفرشه وادهن دهنه بالزيت الوش بعد ما تشمع بتاع القرنبيط. بصوا نشف كده وتشمع، ابتديت ادهن وشه بدهنه من الزيت. الصينية دي ما اخدتش مثلا 1.5 معلقة من الزيت اللي اتدهن في قاع الصينية، واللي اتدهنت بيه وش كله على بعضه ما يكملش 1.5 معلقة من الزيت. دهنة خفيفة جدا. بعد كده بقى هدخل الصينية تاني الفرن واشغل الشواية لحد لما القرنبيط بتاعي ياخد لون من تحت. بصوا هنا افتكرت البقدونس فابتديت احطه زي ما احنا شايفين، وحطيت بقى الطاسة فيها زيت على النار واسيب الزيت يسخن، وبعد كده ابتدي اقلي القرنبيط بتاعي. بصوا بعمل كذا واحده كده علشان ما اخدش وقت يعني في القليه، واحط كله جنب بعضه عشان ندي شكل الورده اللي انتوا شفتوه في مقدمه الفيديو. فبصوا بعمل بالشكل ده واخليهم جنب بعض، وفي الاخر باخد واحط في الطاسه على طول.
بصوا زي ما انتم شايفين. طبعا الزيت سخن، ضروري الزيت يبقى سخن، ما يبقاش بارد، بس ما يبقاش سخن قوي علشان ما تاخدش لون من بره بسرعة وتبقى طرية. يعني عايزينها تبقى مقرمشة، فالزيت يبقى سخن يعني وسط. وبعد كده ببتدي اخرج القرنبيط وارصه جنب بعضه. لو انتوا عايزين تطلعوها شكل الوردة زي ما احنا شفناها في المقدمة كده، هقرب القرنبيط من بعضه قوي، يعني عارفين هلزقه جنب بعضه بالشكل ده. الطريقة دي هتخليه يلزق ويبقى كله ماسك في بعضه. تمام. لكن طبعا انا بعملها كده، وفي الاخر لما باجي اقلبه بيبتدي بقى يقرمش ويتكسر، وببتدي افصله. لكن لو حابه تطلعيها زي ما قلت لكم، بتلزقوهم جنب بعض قوي او تقربوهم من بعض قوي وتسيبوهم لما يستووا، وبعدين تقلبوه قرص على بعضه بالشكل ده. بس انا كنت سايبه مسافات علشان اول ما تقرمش الطبقه اللي من تحت ابتدي بقى ايه يتكسر من بعضه عادي بسهوله. تمام. بس انا اللي بكسره يعني. تمام زي ما احنا شايفين كده. بصوا كده خلاص القرنبيط بتاعي. بصوا مقرمش بجد. لو تقدروا تسمعوا الصوت حلو جدا جدا، وريحته حلوة، وشارب من التتبيلة من جوه. طعم القرمشة اللي فيه لذيذة جدا جدا. فبجد جربوه بالطريقة دي وهتنبسطوا منه جدا. هكمل باقي الآلية بالشكل ده، وهنرجع تاني للفتافيت هنشوف هنعمل فيها ايه. الفتافيت اللي اتبقت مننا من تقطيع القرنبيط. عندي كده باقي خلطة، وعندي كمان فتافيت من القرنبيط هنعمل بيها قرص جميلة جدا، او ممكن نقول يعني برجر عادي، يعني زي ما انتوا عايزين سموها سموها. تمام. هنا هقلي الكمية بتاعتي كلها علشان اجمع الفتافيت كلها مع بعض. بصوا باقي الخلطة وباقي الفتافيت زي ما احنا شايفين كده، بجمعهم واحطهم على بعض. لو الخلطة اللي متبقية كتير بشيل منها جزء، يعني مش عايزة الخلطة تبقى كتيرة قوي، يعني بيبقى كمية زي ما احنا شايفين كده. بصوا القوام بتاعها اهو كده، قلبتها مع بعض بالشكل ده. هبتدي بقى الزيت بتاعي سخن، نفس درجة حرارة الآلية العادية بتاعة القرنبيط العادي، وابتدي اخد بالمعلقة كده واعمل قرص بالشكل ده. صدقوني طعمها حلو جدا. مش عايزة اقول لكم ان الولاد بياكلوها قبل القرنبيط. عندي بياخدوها، بس انا ولادي كبار يعني مش صغيرين، بس بياخدوها وياكلوها قبل القرنبيط لانها بتبقى طعمها حلو. بيبقى التتبيلة فيها مركزة، وبتبقى مقرمشة، واخدة طبقة قرمشة كده من بره وطرية من جوه، فبتبقى حلوة جدا. تمام. بعد ما بتاخد اللون الذهبي بصوا، يعني هو حتى لو مش سامعين صوت القرمشة بس شكلها بيبان يعني. ببتدي اقلبها الناحية التانية. طبعا القرنبيط مع طبق سلطة بيبقى حلو جدا. لو حابة تحطي مع مكرونة بصلصة براحتك، يعني تقدمي مكرونة بصلصة، بس يعني انا بحبه جدا يبقى مع سلطة، وبتعمل زي سندوتشات كده بيبقى حلو. بصوا ده اللي في الفرن بقى اخد يعني ايه درجة كده من الذهبي حلوة، ما اخدش القرمشة بتاعة المقلي للأمانة، ما اخدش القرمشة بتاعة المقلي. لكن عايزة اقول لكم ان هو طعمه حلو خفيف، تقدري تاكلي اي كمية منه، ما حسيتش ان هو تقيل خالص. يعني المقلي جميل ومقرمش وحلو وكل حاجة، بس تقيل. اللي في الفرن خفيف جدا. طبعا لو للدايت او في ظروف صحية او مش حابة المقلي، اللي في الفرن ده يعني حلو برضو وجميل جدا. اتمنى الفيديو يبقى خفيف على قلوبكم، واتمنى تجربوه. اللي يجرب يقول لي ايه الاخبار، فرحني كده بتعليق.